طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تنظيم منتدى وطني للسيطرة على استعمال التبغ. ممثلو المنظمات الدولية في إريتريا يزورون البرامج التنموية. حملة توعية للتبرع الطوعي بالدم في عد غية. إسرائيل تشن ضربات جوية استباقية ضد أهداف إيرانية، وطهران تتوعد برد قوي. كيم جون أون يعيد إطلاق البرنامج البحري ويعيد في بناء مدمرات جديدة. وزير الخارجية الصيني يدعو لتعزيز التعاون الصيني الأفريقي. نظم اليوم منتدى وطني للسيطرة على استعمال التبغ تحت شعار فلنعزز جهودنا لكشف الوسائل المضلة لمنتجي التبغ في قاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا. وهدف المنتدى الذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء لتعزيز الجهود والتعاون للدفع بعملية السيطرة على استخدام منتجات التبغ على المستوى الوطني. وسلط المدير العام الصحة العامة المكلف الدكتور عند برهان تسفاسين الضوء على أهمية العمل المتضافر لتكوين مجتمع خالي من استعمال منتجات التبغ والإدمان عليها برفع مستوى الوعي العام باتخاذ إجراءات جادة وإجراءات برامج توعوية صحية ممنهجة، مشيرا إلى أن التبغ يعد من أكبر المسببات للأمراض المعدية وأمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض أخرى تضر بصحة الإنسان عامة. وحث ممثل منظمة الصحة الدولية في إريتريا دكتور أنوس أوغوفوري المجتمع بشكل عام وأولياء الأمور والمعلمين بشكل خاص لتعزيز دورهم في توجيه جيل الشباب من هم في سن البلوغ ورفع وعيهم حول المواد التي تؤدي إلى الإدمان بشتى أنواعها، خاصة كونها أول المستهدفين بأساليب الترويج لمنتجات التبغ وتلك المرافقة لها. وقدمت في المنتدى 4 أوراق عمل في الاستراتيجية الوطنية للمراقبة الفاعلة للسيطرة على التبغ وكشف الأساليب المضلة التي تروج لمنتجات التبغ والنيكوتين والتحديات المتعلقة بها، وإعلان الحكومة الإريترية رقم 143 للعام 2004 للسيطرة على منتجات التبغ، بالإضافة إلى رفع وعي المجتمع حول الأضرار الصحية الناتجة عن التبغ ومشتقاته. واقترح المشاركون إلى إدخال إجراءات مراقبة والسيطرة على المنتجات التي تؤدي إلى الإدمان في شتى منافذ البلاد، موضحين أهمية هذا المنتدى في تقديم الجهود التي بذلت في هذا الصدد. قام ممثلو المنظمات الدولية في إريتريا اليوم 13 من يونيو بزيارة المشاريع التنموية الموجودة في الإقليم الجنوبي. وتناول حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتال تسفاسين في اللقاء الذي عقده في مندفر مع الوفد برئاسة منسقة البعثات الأممية في إريتريا السيدة نهلة فلاجي تغطية مرافق الخدمات الاجتماعية والجهود التي تبذل من قبل الحكومة والشعب في ظل التحديات الراهنة وسبل التعاون مع البعثات الأممية في إنجاز المشاريع الحيوية والتنموية على حد سواء. وقدم الخبراء والقائمين بالعمل شرحا تعريفيا عند تفقد الوفد لأعمال الحفاظ على المياه والتربة التي تقام بضاحة عد عقاف ومديرية ابن حيلي ومستشفى مندفر المرجعية الإقليمي ومؤسسة الإنتاج الزراعي أزيب وسد مسلم الواقعين بمديرية مندفر. وأفادت منسقة البعثات الأممية في إريتريا السيدة نهلة فلاجي لوكالة الأنباء الإريترية إرنا أن الزيارة تهدف إلى تعزيز المشاركة مع الحكومة الإريترية في التعاون والمشاركة في إنجاز البرامج والمشاريع التنموية حسب الأولوية الموضوعة والتخطيط لسبل الشراكة المستقبلية. وأشار المشاركون إلى أن الزيارة مكنتهم من التعرف على التقدم الذي سجلته الحكومة الإريترية في التنمية، كما ستساهم في تصحيح الصورة المغلوطة والسلبية عن إريتريا في الرأي العام الدولي. أعلنت سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط إعداد أكثر من 2,000,000 شتلة أشجار لزراعتها في موسم الخريف. وأوضح ممثل السلطة في الإقليم السيد أبراهام تخلو أن أكثر من 400,000 شتلة هي لأشجار الزيتون والصنوبر، وذكر من بين 25 نوعا من الأشجار المعدة في المشاتل التسعة العاملة على مستوى الإقليم هنالك 15 نوعا من الأشجار المستوطنة
وغالبيتها من أنواع الألبان. وتساهم سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط إلى جانب إعداد الشتول في إرسال البنى التحتية للمشاتل. أفاد مكتب النقل البري في الإقليم الجنوبي القيام بأعمال تفتيش جادة خلال الفحص السنوي لسلامة السيارات بإشراف خبراء فنيين لتقليل أسباب حوادث المرور. وأوضح مسؤول المكتب السيد محري هبتاير وكالة الأنباء الإريترية أن إيران 99% من السيارات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والدراجات النارية التي تم فحصها في مدن مندفرة وعدخالة ودباروبا في الفترة من 28 من أبريل إلى 30 من مايو عام 2025 قد استوفت المعايير المطلوبة. وأوضح أن تفتيش هذا العام ركز على المحركات والمكابح والإطارات، مشيرا إن الهدف هو ضمان كفاءة وسلامة المركبات وتقليل مخاطر الحوادث الناجمة عن العيوب التي تحتاج إلى التصحيح. وقال إنه إلى جانب فحص المركبات قطع 1418 متدربا في القيادة في مدارس القيادات والدراجات النارية في 8 مدن في المنطقة لاختبارات الكفاءة. وذكر وجود 33 مدرسة لتعليم قيادة السيارات في الإقليم الجنوبي تقدم تدريب من المستوى الأول وحتى المستوى الخامس. نظمت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية في الإدارة والقيادة لمدراء الضواحي المنتخبين حديثا، بالإضافة إلى المحاسبين ومسؤولي الوحدات في مديريتي دهلك ومصوع. وأوضح مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية السيد أماني القبر برهان أن التدريب كان جزءا من خطة العمل الاستراتيجية الخماسية التي تم إعدادها لضمان تقديم خدمات فاعلة وكفؤة. تناول التدريب مفاهيم الإدارة العامة وأهمية التخطيط للعمل وطرق إعداده والتواصل الفعال والأخلاقيات وتنظيم الوثائق والإدارة المالية والأصول وحل الخلافات في مكان العمل. وقال المشاركون أن التدريب سيساعدهم في عملهم، معربين عن ثقتهم بأنه سيكون منتظما ومستداما. وقال المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد أمينة كتمان الدورات التدريبية تشكل حجر الزاوية في الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الإقليم لضمان خدمات فاعلة وشاملة. قام موظفو المؤسسات الحكومية في مديرية مندفرة اليوم 13 من يونيو بأنشطة نفير جماعي في مقبرة الشهداء بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم. وشاركت رئيسة جمعية المتبرعين الطوعين بالدم في المديرية السيدة إلسا هبتزين بالمشاركة الفاعلة للموظفين، بذكر أن البرنامج يقام تزامنا مع يوم الشهداء. وتم في المناسبة تنظيم حملة للتوعية بأهمية التبرع بالدم. يتم إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم منذ العام 2004 واحتفل به هذا العام تحت شعار إعطاء الأمل بالتبرع بالدم لإنقاذ الأرواح معا. نظمت بعد دقائق بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم حملة توعوية ونفير تنموي يوم 12 من يونيو، وتضمنت الفعاليات التي أقيمت تحت شعار نتبرع بالدم ونمنح الأمل وننقذ الأرواح معا، زراعة الأشجار ونظافة البيئة، بمشاركة أكثر من 400 شخص. وقال مدير إدارة ضاحية حينبا سيد جمال محمد شفا أن البرنامج التوعي يهدف إلى زيادة الوعي بالتبرع بالدم وإنقاذ الأرواح. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. شن الجيش الإسرائيلي ضربات جوية وصفها بالاستباقية ضد أهداف عسكرية ونووية إيرانية، في حين توعدت القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل برد قوي. وتوعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي إسرائيل بمواجهة تداعيات قاسية بعدما شنت هجمات واسعة على إيران وشملت مواقع نووية والعاصمة طهران. وقال أبو الفضل شكارجي متحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن القوات المسلحة سترد حتما على هذا الهجوم الصهيوني، مشددا على أن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا وعليها انتظار رد قوي من القوات المسلحة الإيرانية. وفي إيران أسفر الهجوم عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في الهجوم الإسرائيلي، واللواء قلام علي رشيد
قائد مقر خاتم الأنبياء ومحمد مهدي طهرانجي رئيس جامعة الأزهر الإسلامية والعالم النووي فردون عباسي وعدد من المدنيين. كما أدى إلى مقتل قائد أركان القوات المسلحة محمد بقاري. أشاد الزعيم كوريا الشمالي كيم جون أون بنجاح ترميم مدمرة تزن 5 أطنان كانت قد تضررت سابقا، وتعهد ببناء سفينتين حربيتين جديدتين مماثلتين مطلع العام المقبل. ويأتي هذا الإعلان الذي صدر خلال حفل إعادة تدشين السفينة في راجين ليؤكد طموح النظام في توسيع قدراته البحرية في ظل التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة وحلفائها. كما شدد كيم على ضرورة تعزيز كوريا الشمالية وجودها البحري في المحيط الهادئ، منددا بالاستفزازات المستمرة من واشنطن وشركائها الإقليميين. يأتي هذا الاستعراض الجديد للقوة في ظل استمرار التوترات الإقليمية لا سيما في أعقاب التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يو إلى تعزيز التعاون الصيني الأفريقي. وقال في كلمة خلال افتتاح المعرض الاقتصادي التجاري الرابع للصين وأفريقيا أن بلاده ستدعم الدول الأفريقية في مساعيها لتطوير نموذج تنموي يتماشى وظروفها الوطنية. وأكد أن الصين تعتزم أيضا تعزيز التآزر الاستراتيجي مع أفريقيا واستكشاف إمكانيات التكامل الاقتصادي وتحسين آليات التعاون. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن العملاق الآسيوي يعتزم تكثيف تعاونه مع أفريقيا في إطار مبادرة الحزام والطريق لا سيما في القطاعات الاستراتيجية من قبيل الصناعة الخضراء والتجارة الإلكترونية والابتكار التكنولوجي. أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا أنهما تمتا دفعة جديدة من عملية تبادل الأسرى. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من العسكريين الروس الأسرى لدى أوكرانيا عادوا من الأسرى. وأضافت أنه بالمقابل نقلت مجموعة من أسرى الحرب من القوات الأوكرانية. وأضافت الدفاع الروسي في بيان له أنه يتواجد العسكريين الروس حاليا في بيلاروسيا حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم إلى الاتحاد الروسي لتلقي العلاج وإعادة التأهيل. ووفقا للدفاع الروسي سيتم نقل جميع العسكر الروس العائدين إلى أراضي روسيا الاتحادية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ولم تحدد كييف أو موسكو عدد الأسرى الذين تم تبادلهم خلال هذه العملية التي تأتي وفقا للاتفاقات الروسية الأوكرانية المبرمة في إسطنبول في 2 يونيو الجاري. تذكير بالعناوين مرة أخرى. تنظيم منتدى وطني للسيطرة على استعمال التبغ. ممثلو المنظمات الدولية في إريتريا يزورون البرامج التنموية. حملة توعية لتبرع الطوعي بالدم في عد قيح. إسرائيل تشن ضربات جوية استباقية ضد أهداف إيرانية، وطهران تتوعد برد قوي. كيم جون أون يعيد إطلاق البرنامج البحري ويعد ببناء مدمرات جديدة. وزير الخارجية الصيني يدعو لتعزيز التعاون الصيني الأفريقي. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.